معانا بصوا اسهل طريقه لتنظيف الرنجه. صراحه انا معتمداها من زمان. ميه سخنه، بصي بتحطي عليها ميه سخنه وتقلبي فيها فوق وتحت وكله. الميه السخنه يا جماعه بتفصل الجلد عن اللحم، يعني بتيجي بقى انتي تخليها بتبقى سهله معاكي وبتبقى جميله ولا شوي بقى ولا ريحه تقلب البيت ولا الكلام ده. انا بحط عليها كده الميه السخنه زي ما انتوا شايفين واقلب فيها وابدا بقى اسحبها واحده واحده. بصوا بتبقى سهله جدا، حتى انتوا بصوا شايفين تلاقوها بتفتح او بتنفش معانا في الميه السخنه. بتبقى سهله. بتاخدي بقى الجلد كده تفصليه كده وتخليه عن اللحم، بتبقى جميله. وطبعا بتشيلي الشوك بتاعها اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا ببدا الجلد بسهوله خالص يبدا يطلع معايا واحده واحده كده، واروح بقى اللحم بتاعها اخليه. للاسف كان نفسي اعمل بقى الكافيار بس ما طلعتش فيها بطروخ المره دي. المرمل، انا بحب البطروخ المرمل بتاعها وبعمل بيه السلطه، بصراحه بيبقى جميل. الرنجه المره دي كانت حلوه بالنسبه لي، طعمها حلو اللحم. بس البطروخ للاسف بقى الراجل اللي جبت منه وقال لي البطرخه حلوه، بس ما لا البطروخ طلع اللي هو الناعم ده يا بنات، انتوا عارفينه. مش اللي هو بيبقى فيه حبوب محبب، ده بيبقى جميل قوي. ان انا حتى بعمل بيه سلطه بيبقى حلو. بخلي كده زي ما انتوا شايفين بقى، وبنضف بقى اي حاجه في اللحم بتاعها، وبشيل الشوك بقى شوكة شوكة عشان الولاد يرضوا ياكلوا منها. وبصراحة بعملها نوعين، يعني بعمل سلطة وبسيب نوع تاني كده منها مخلي كده لوحده، بحط بقى عليه شوية زيت كده وشوية طحينة. بابانا بيحبها كده يعني بصراحة. بصوا سهلة جدا، يا دوبك بس تبداي كده تفصلي من اللحم من الجلد. بصوا جميلة جميلة صراحة، هي بصراحة كانت حلوة، يعني هي اللحم بتاعها كان جميل. بس زي ما بقول لكم البطروخ لا، ما كانش هو البطروخ اللي كنت انا حباه، يعني اللي هو بيبقى فيه بذر ده. وتبداي تخلي كده واحده واحده. طبعا احنا زي اي بيت مصري كلنا جينا من صلاه العيد نمنا يعني اللي نام شبهي كده يقول لي في الكومنتات. نمنا يا جماعه، احنا بنعوض التعب، كتر خيرنا يعني تنظيفات رمضان واللي حصل في رمضان، يعني ربنا يتقبل منا جميعا يا رب. انا بعد ما بخلي بقى بصوا كده ببدأ بقى ان انا بقى اعمل بقى منها، اللي عايز سلطة بعمله، اللي عايز عادي بعمله. الفسيخ برضو كان جميل قوي بصراحة برضو. إيه بابانا جابهولنا من حد كده، انا كنت متعودة اجيب من واحد على طول بصراحة، بس ما لحقناهوش المرة دي، جبنا من حد تاني. بس والله طلع جميل، يعني طلع حلو. يعني عملت لهم سفرة بصراحة عجبتهم يعني. والحمد لله، كل سنة وانتم طيبين. طبعا دي عادة بتاعت المصريين، ربنا ما يقطع لنا عاده يا رب ابدا ابدا، وناكل فسيخ كل سنه. بص انا بعد ما لميت بقى كده نضفت طبعا، يعني خدت تنظيفه حلوه كده للرخامه مكان ما انا اشتغلت عليها. لان طبعا الفسيخ والرنجة انتوا عارفين بيعمل ريحه جامده، وبحط كمان بخور ومعطر يعني. انا موسوسه قوي من ناحيه الروايح دي. نضفتها تنظيفه حلوه بصراحه يعني. جميل الفسيخ والله يا جماعة. بس اللي ما بيحبش الفسيخ خلاص هو حر. لكن في ناس بقى مدمنة فسيخ، بالنسبة لهم الفيديو ده يعني يتعب أعصابهم. زي ما انتم شايفين كده بصوا اهو، حمرت بطاطس وعملت السلطات، والفسيخ هناك اهو في الركن جميل. ودي سلطة الرنجة والرنجة المخلية والبصل الأخضر طبعا عشان يقتل أي حاجة. ويا رب ما يقطع لنا عادة، وكل سنة وانتم طيبين يا رب ودايما مبسوطين. بصوا حبيت افرجكم بقى انا الكوفرتة بتاعت اوضه الاطفال كانت على وشين، فده الوش التاني بتاعها بصراحه مبهج جميل، يعني هو الولاد عجبهم ده اكتر يعني. الالوان المبهجه اللي فيه كانت عاجباهم بصراحه. حبيت اغير لهم كده بدل الاحمر، قالوا ماما بدليه شويه فبدلته، وبصراحه عجبني. ويا رب تنبسطوا كده في العيد ودايما مبسوطين مع احبابكم.